بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الموضوع ديالنا اليوم إن شاء الله الرحمن الرحيم هو غادي يكون على الخرجة البهلوانية نتاع الرئيس الفرنسي، واللي وجه من خلالها الخطاب للشعب المغربي. فهذا الخرجة نتاعو أثارت غضب الشعب المغربي قاطبة. فهذا ماكرون هذا على كان نحس على الجمهورية الفرنسية، نحس بمعنى الكلمة. خسر جميع النفوذ نتاعهم في إفريقيا، وخسر كذلك العلاقات نتاعهم مع المغرب، وكذلك مع الجزائر. حتى الجزائر بداو يكذبوا عليهم تماك ووعدهم وعود كاذبة، حتى يعني تدهورات العلاقات نتاعهم مع الجيران نتاعنا وباقي الدول، تونس وغيرها. يعني الفرنسيين الان ما عندهم علاقه مزيانه حتى مع شي واحد، والسبب هو هذا المنحوس ديال الناكر، ديال هذا النكره هذا نتاع ماكرون. ففي الخرجه نتاعو الاخيره نصب راسو حاكم للمغرب ووجه خطاب للشعب المغربي، وحنا كنردوا عليه، كنقولوا ليه الوحيد اللي خاطب الشعب المغربي هو جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، و غيره راه يصطاد في الماء العكير. فاحنا ما كنقبلوا حتى شي خطاب من جهة او من اي يعني الدولة او من اي رئيس كان. المغاربة كيخاطبهم الملك نتاعهم لا غير. اما هذا ماكرون هذا لو كان فيه الخير، لو كان يعني يديروا غير في بلادو. اما المغاربه فهما قادين على شغلتهم، وراهم بينوا للعالم شنو هما المغاربه، شنو هي المغربيه، شنو هي المواطنه، وشنو هو التعاون على البر والتقوى. فاحنا شفنا هذا المحن كيبان المعدن نتاع الرجال. فشفنا المغاربه يعني كلهم هبوا رجل واحد باش ينصروا الاخوان تاعهم ويساعدوهم. وشفنا الاخوان نتاعنا في الريف، وهذا الشيء من طبيعه الحال. حنا ما غاديش يعني نتفاجئوا لما نشوفوا الريافه يمشي بهذيك القوافل للحوز ويساعدوا الاخوان نتاعهم. حنا هذاك الكلام كنوجهوا للانفصاليين واللي راهم طرماو على الاحضان او في الاحضان نتاع الكبرانات وكيضحكوا عليهم ويبيعوا الضمير نتاعهم الرخيص. كذلك رسالة قوية وجهوها صحراوة للعالم، وخاصة الأعداء نتاع الوحدة الترابية نتاع المغرب. شوف يا سيدي، شوف هذه الداخلية، هذه الدخلة. شوف كم من قافلة خرجت من الداخلية متوجهة تبارك الله للإخوان نتاعهم في الحوز. شوف كم من المساعدات، شوف كم من الكاميونات، الشاحنات مشحنه بالمواد اللي يحتاج. شوف تبارك الله، شوف كل شيء. هذا الشيء من الاقاليم الصحراويه، من الاقاليم المغربيه، واللي يعني خرجت الساكنه نتاع الصحراء باش توري للعالم اشكون هي. شوف كم من شاحنه مرت، شوف كم من الاطنان نتاع التبرعات اللي جمعوها في الصحراء. وشوف كيفاش كيوريو للاعداء نتاعهم اشنو هما. شوف كم من شاحنه خرجت من الصحراء تبارك الله ومتوجهه الاخوان نتاعهم، وباقي كذلك باقي. شوف شحال من كاميون دازوا، وباقي عاد الكاميونات كيدوزوا والطوموبيلات وكل شيء مسرجي بالمواد اللي يحتاجوها الاخوان ديالكم والاخوان نتاعنا في الاقاليم نتاع الحوز. اما الجيران نتاعنا اللي كيوريو لنا المساعدات نتاعهم باليد اليمنى، وشادين الزرواطه في يد اليسرى. كنقولوا لهم حنا مازالين عاد كندفنوا الجثث وكندفنوا الشهداء نتاعنا، وانتم مازال كتعاركوا على سحب التنظيم كأس إفريقيا 2025 من المغرب لصالح الجزائر.
الله يعاونكم من كاس افريقيا، الله يعاونكم من كاس العالم، يا ودي ديو كل شيء، خليونا على الافتقار نتاعنا، خليونا على الافتقار معكم اصاحبي، خليو الناس تدفن الشهداء نتاعها يعني في الخطر نتاعها. مالكم انتم احنا مازال ملهيين مع الموتى ديالنا، وانتم تروجوا الضربات نتاع البوليزاريو راهي كتضرب المغرب، ودابا تخرجوا لنا بهذه الخرجه هذه الغير موفقه ديال كاس افريقيا. ديوها سيدي بصحتكم، حنا ما بغيناها شيء، حنا راحنا مزيانين سيدي، نظمنا الكاس ما نظمناش الكاس راحنا بخير وعلى خير، وحسبنا الله ونعم الوكيل في هذا الجيران نتاع السوء. وهذول ما كيمثلوش الشعب الجزائري، واللي شفناهم كيفاش كيتألموا مع الاخوان نتاعهم في الحوز. اما هذا المرقرقبين هذول مع العسكر نتاعهم الى الجحيم، وبئس المصير. والحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على المصطفى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.